عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. واحدة اختها توفاها الله، وكانت قبل ما تموت بتولد في المستشفى، وهي بتولد ربنا اخد روحها، والبنوتة اتولدت من غير ام، وكانت هي دي بداية طريق البنت الصغيرة اللي بعد النهاردة. بتقول لي يا وردة، أنا أختي ماتت وهي بتولد. أختي كانت زي القمر وكنت بحبها قوي، وكانت سعيدة جدا بحملها، وكانت انجبت الطفله دي او حملت في الطفله دي بعد سنين طويله. جوزها كان حنين عليها جدا، وانا بعزه قوي، وكان بيعاملني انا كمان كويس جدا، وكان بيعامل اختي بحنيه، وكل الناس كانوا بيحسدوهم على حياتهم. بتقول لي اختي دخلت المستشفى وكانت مفيش اي حاجه خالص، كانت صاحيه الصبح زي الفل وبتتعامل عادي جدا وبتهزر. ده كمان هي اللي جهزت لبس البيبي وقعدت تجهز في الشنطه وتضحك وتتعامل معانا عادي، وتتصل بقرايبنا تقول لهم انا رايحه اولد ادعوا لي والكلام ده كله، لحد ما دخلت المستشفى ودخلت اختي غرفه العمليات، وربنا ما اردش انها تطلع، ماتت بسبب جرعه زياده بالبنك. طبعا احنا عملنا مشكله كبيره جدا، وكانت حالتنا متدمره، بس هو ده قضاء الله ونفذ وكان لازم يحصل. البنت بتقول لي انا واختي وحيدين في الدنيا من بعد وفاه بابا وماما الله يرحمهم، وعيلتنا كلها عيله كويسه الحمد لله، ولكن انتوا عارفين ما حدش بيسأل على حد، خلينا متفقين على النقطة دي. بعد الأب والأم ما فيش حد بيسأل على حد، نوادر قوي لو حصلت. فالبنت بتقولي أنا متزوجة ولسه عروسة جديدة، وبقالي سنة وكنت مأجلة بصراحة ربنا موضوع الحمل أنا وجوزي. لسه عرسان جداد بقى وبنشوف الدنيا، بس ربنا أراد إن أختي تتوفى من بعد جوازي بسنة. كانت في الوقت ده حامل وولدت بنتها، والبنت نازلة الدنيا من غير أم ومن غير أي حاجة. طبعا بتقول زوج اختي الله يرحمها حزين جدا ومش عارف يتصرف ازاي في الطفله، ووالدته ست كبيره في السن النهارده عايشه، الله اعلم بكره ايه اللي يحصل. انت هتفضلي لحد امتى في الوضع ده؟ احنا لا عارفين نشتغل ولا عارفين نسافر ولا عارفين نعيش حياتنا. رجعي البنت دي لابوها. رديت على جوزي وقلت له دي بنت اختي الله يرحمها، رضيعه ما بقالهاش شهور، البنت مش عارفه، ملهاش لا حول ولا قوه، بيبي انا المسؤوله عنها وحبيتها قوي. بصراحة دي الذكرى والريحة الوحيدة اللي أخدتها من أختي الله يرحمها. راحت مننا على غفلة وما كناش متوقعين اللي بيحصل. بدأت خلافاتي مع زوجي تكتر بسبب موضوع الطفلة، وجي في يوم خيرني انا للبنت دي، وانا مش هقدر اتحمل الوضع ده. انا متجوزك مش متجوز بنت اختك، جوزها يروح يجوز واحده ولا يجيب بيبي سيتر تعتني بيها. طبعا خلافات خلافات خلافات. جبنا بيبي سيتر فعلا، وبيبي سيتر جت البيت وبدات تعتني بالبنت، ولكن كنت اروح للبنت الاقيها متبهدله وبتعيط والبامبرز مش نضيف، والبنت بدات تخس بسبب اللبن. البيبي سيتر ما بتهتمش وبيجي لها امراض كتير، وما بتغسلش الببرونه كويس، وده كله عمل للبنت مغص في بطنها وبكتيريا، وكنا بنروح المستشفى نعالجها اكتر ما كنا بنرعاها. البنت حالتها بدأت تتدمر لحد ما جات لي اختي في المنام، وكانت كأنها بتوصيني على بنتها. انا اليوم ده مش قادرة انساه، قايمة من الحلم بعيط وندمانة على كل لحظة سبت فيها بنت اختي. جريت على جوز اختي في البيت واخنت البنت، وقررت ان انا هعتني بيها واربيها، ورحت لجوزي قلت له الكلام ده، لقيته بيقول لي انت واحدة اتجننتي، انت مجنونة قسما بالله، البنت دي ما هتخش البيت، انت مش امها، ليها اب يرعاها وليها ناس يرعوها، انت مراتي انا، احنا لسه داخلين على حمل وعلى خلفه وعلى حاجات كتيره، يعني مش هتقدري تكملي بالطفله دي. قلت له لا انا هرعاها وهجيب بيبي سيتر هنا تبقى معايا، بس ابوس ايدك خليها معايا. جوزي رفض وقال لي مش هقدر. حصلت مشاكل ما بيني وما بينه كبيره جدا لحد ما اتطلقت ورحت عشت في بيت امي، وبدات ارعى بنت اختي الله يرحمها. ومن بعدها زوج اختي عرض عليا الزواج، اني اتجوزه واقعد معاه بالبنت، وفعلا رحت اتجوزته ووافقت وعشت معاه. وطليقي كان مصدوم جدا، وبدا طليقي يشهر في العيله ويقول ان انا كنت على علاقه بزوج اختي الله يرحمها، وان انا كنت ناوياها من بدري، وما صدقت ان الموضوع ده جه. وطبعا يعني اهلي او عيلتنا كلهم قلبين عليا وبيقولوا ان انا بجحه وان انا جريئه وازاي عملت كده، وفعلا بداوا يصدقوا ان انا كنت على علاقه بزوج اختي. زوج اختي حنين جدا عليا، وبصراحه ربنا انا كنت في الاول مصدومه من اللي حصل، بس بعد الخلافات اللي كانت ما بيني وما بين جوزي اكتشفت ان انا
حبيت الراجل ده اللي هو زوج اختي الله يرحمها، وفعلا ما بيأثرش معايا في حاجه، وانا مش ندمانه في القرار ده. ردوا وقولوا لي انا كده غلطت ولا لا، وهل فعلا على رأي عيلتنا كان ممكن اربي البنت دي من غير ما اتجوزه؟ بيقولوا لي انت واحده بجحه وجريئه، هل انا فعلا كده غلطانه؟ حابه تسمع رايكم في الكومنتات، لانها كل يوم بتعيط ان عيلتها قطعتها وجوزها ماشي شهر بيها، وبتقول انا مش عارفه عملت ايه في حياتي، ولكن هو ده الموقف اللي انا اتحطيت فيه. فكانت دي المشكله اللي هي بعتها لنا. اولا ده موقف منك يعني كبير قوي، من هنا لبكره، من هنا لبكره تشكري عليه بجد، ويعني مش عارفه اقول لك ايه. كل كلام الدنيا مستحيل يعبر عن اللي انت عملتيه. وقفتي مع بنت اختك وقررتي ان انت تربيها وتعتني بيها، ولكن للاسف كان كل الظروف ضدك ومش معاكي. انا بس تعقيبي عليكي في حاجه واحده، اني معرفش انا ما استلطفتهاش ان انت تتجوزي جوز اختك الله يرحمها، لان انت برضك خلي بالك موقفك كان حساس. انا من وجهه نظري ان انت كنت تاجلي الزواج شويه، يمكن لعل وعسى علاقتك بجوزك ترجع كويسه، بس انت كده يعتبر ظلمتيه. ومش كل الرجاله بتتقبل النقطه دي، ولكن انا تعقيبي في حاجه ان هو المفروض كان يقف جنبك احسن من كده ويقدر الظروف. هو مش مسؤول يربي الطفله دي، ومش مسؤول ان مراته تبقى مشغوله عنه بسبب طفله مش بنته، ولكن في حاجه اسمها ان احنا دلوقتي متجوزين، يعني نتحمل بعض في الوحشه والحلوه، مش نتحمل بعض في الحلوه بس والوحشه نسيب بعض فيها. ظروف مراتك جت كده، وضعها جه كده ان اختها ماتت ومفيش حد يربي البنت غير اختها اللي على وش الدنيا. غلطه منه كبيره جدا، كان لازم يقف جنبك، بس انا اعتقد ان ممكن كان يقف جنبك وتتصالحوا. انا شايفه ان انت ضحيتي بنفسك وضحيتي بعمرك، وما اعرفش الصح فين والغلط فين، بس انا من جوايا حاسه ان انت ظلمتي نفسك ظلم كبير. كان ممكن تربي البنت دي، كان ممكن تاخدي موقف من جوزك. انا عايزه اسمع رايكم في الكومنتات، لان صاحبه المشكله مستنيه الرد. ودي كانت حلقه النهارده اللي معانا، او مشكله النهارده. ما تنساش دعمك ليا باللايك والشير، اعمل لي لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد انا بنزله. واشوفكم على خير في حكايه جديده وقصه جديده في قصص وحكايات ورده احمد ان شاء الله. باي باي.